5 عادات يومية هترفع أنوثتك وتغير كل حياتك. لو طبقتيهم كل يوم هتلاقي بشرتك وشعرك والناس اللي بتقابليهم وحتى حياتك المادية بتتغير قدام عينيكي. الخطوة الأولى، أول ما تصحي من النوم قبل ما تمسكي الموبايل اتنفسي بعمق 3 مرات. التنفس بيدي رسالة لعقلك إنك بأمان. رتبي سريرك لأن ده بيدي إشارة لعقلك بيحس بالإنجاز وبالراحة وبيهدي الفوضى اللي جواكي. اعملي لنفسك مشروب بتحبيه، ابتسمي لنفسك، قولي لنفسك كلام إيجابي كل يوم الصبح. حتى شعرك وانتي بتسرحيه سرحيه كأنك بتدلعيه مش تربطيه خلاص. ابتدي يومك بأنك تلبسي حاجة بتحبيها واسعة مريحة، بيجامة ستان، حطي البرفيوم اللي بتحبيه، استمتعي مع نفسك. تاني عادة أو تاني خطوة إنك تتصرفي بهدوء في كل حاجة، في كلامك، في أكلك، في مشيتك، حتى في طريقة فتحك لباب البيت. خدي وقتك في كل حاجة وكأنك ملكة عندها وقت لكل حاجة. السرعة مش أنوثة. البنت اللي بتتحرك بسرعة طول الوقت كأنها بتعطي رسالة إنها في خطر أو في توتر، لكن اللي بتتصرف بهدوء هي بتدي رسالة إنها واثقة في نفسها وإنها في سلام، وده بيديها حضور قوي وجذاب. الخطوة الثالثة، كل حاجة بتعمليها اعمليها بحب. وانتي بتغسلي وشك، وانتي بتطبخي، وانتي بترتبي، وانتي بتشتغلي، حتى وانتي بتتعاملي مع الناس اعملي الحاجة بقلبك. كل حاجة بتعمليها بحب بترجع لك طاقة جمال وراحة وسكون. العادة الرابعة، تقبلي نفسك بعيوبك. في كتاب الأنوثة المظلمة، الأنثى الحقيقية لا تسعى لإثبات شيء، هي ترى دون مجهود. الأنوثة مش استعراض، دي حالة داخلية. يعني بدل ما كل يوم تقولي لنفسك أنا شكلي تعبان، أنا في حاجة غلط، قولي لنفسك أنا بحب نفسي زي ما أنا وبطور من نفسي كل يوم. الأنوثة تقبل. التقبل بيريح الجسم والعقل وبيقلل من النقد الداخلي اللي بيكتم طاقتك. الأنوثة مش محتاجة كمال، هي محتاجة راحة وقبول. تقبلي عادي إنك ممكن تغلطي وصلحي غلطك. العادة الخامسة، خصصي وقت لنفسك ولو ربع ساعة كل يوم. اقرأي، اكتبي، ودايما يكون عندك النوت بوك بتاعك بتكتبي أفكارك. صلي ركعتين بهدوء، ارسمي، مارسي رياضة، اسمعي حاجة بتحبيها. العزلة الواعية دي بتشحنك. أي حاجة توصلك بنفسك أكتر، ما تستنيش يبقى فيه وقت، اصنعيه انتي. الأنثى اللي بتقعد مع نفسها وبتفهمها بتعرف تحتوي غيرها. اشكري نفسك، اشكري ربنا وامتني على كل حاجة حلوة بتحصل في حياتك، حتى لو كوباية شاي جميلة. استشعري كل حاجة وانتي بتحطي الكريم على ايدك، استشعري بيه. انمسي نفسك بحنية، تقبلي جسمك وحبيه. حتى لو حسيتي انك مش حقيقية في الأول، صدقيني مع الوقت هتصدقي انك فعلا جميلة وهتحبي نفسك. الأنوثة مش حاجة بنشتريها، دي فطرة جوانا، وكل ما نرجع لها كل ما نحس براحة وسعادة أكبر. ابدأي بخطوات بسيطة.